حوادث كتيرة جدا على الطرق بسبب الإهمال وبسبب تقصيرنا. أنا معترف إن إحنا شعب مش منضبط، ولا بنلتزم بإشارات مرور، ولا بنلتزم بالعبور من النفق، ولا بنلتزم بأي أماكن مخصصة لعبور المشاة. وفي نفس الوقت إحنا أغلب الناس برضو اللي بتسوق العربيات، في ناس كتيرة جدا ما بتلتزمش بالإشارات بتاعة المرور ولا بتلتزم بالسرعة القانونية. كل دي مشاكل كبيرة جدا. إحنا مش محتاجين إن إحنا حد يبقى رقيب علينا، اللي رقيب عليك ربنا سبحانه وتعالى. ما تعتمدش ان المكان عشان ما فيهوش كاميرا مراقبه فانت هتكسر الاشاره، وفي نفس الوقت انت كعابر للطريق حاول بقدر الامكان طالما فيك مجهود او شاب وتقدر تطلع او ايا كان او في نفق قريب، ارجوك التزم ان انت تعدي من الاماكن المخصصه للعبور. يا جماعه عدد العربيات زاد جدا وفي اهمال جامد جدا، عدد الحوادث زاد بسبب العبور الطريق. فربنا يرحم كل من مات بسبب حوادث العبور ديت. فرجاء يا جماعه نلتزم. انا كسواق عربيه احاول التزم بقدر الامكان بالسرعه، واحاول التزم ان انا اقف في الاشارات مظبوط وانضبط. وانت كمان كعابر للطريق حاول تلتزم ان انت تعدي من الاماكن المخصصه وتنتظر الاشاره في الاماكن المخصصه. اما بالنسبه للانفاق والاماكن دي، اتمنى برضو من الحكومه ان هي تهتم باي نفق ان هو ما يكونش فيه متشردين وما يكونش فيه بلطجيه. في ناس كتير بتخاف تعدي من النفق بالليل. نحاول نخلي حتى على الاقل في كاميرات مراقبه. وبرضه انا شايف اهمال كبير جدا، هعرض لكم في الفيديو حاجات انا مصورها، ناس بتعدي الطريق من تحت كوبري المشاة في حين ان هم شباب، في حين ان في ست كبيره مش قادره تمشي وطلعت الكوبري عايزه تحافظ على حياتها والتزمت بالقانون.